بنقول لا للعنصرية. ده من قلب حلقتنا. احنا بندعم حسام حسن جدا وبنشكر كل الجهاز الفني وكل لعيبة مصر، بنقول لهم شكرا ليكم جدا، اديتوا اللي عليكم وزيادة. وخلي بالكم المفروض ان احنا اللي هنلعب الماتش اللي جاي، فلو ما كانش احنا يبقى احنا هنشجع الفريق التاني، لان لازم تفضل كرة القدم تحت اطار منظم وعادل. هنتكلم النهاردة عن ليلة كروية لن ينساها المصريين بسهولة. منتخب مصر قدم واحدة من أفضل ماتشاته، قاتل لحد اللحظة الأخيرة ورسم حلم كبير في قلوب كل الملايين. لكن المباراة لم تنتهي فقط بالنتيجة، بل فتحت بابا واسعا من الجدل بعد قرارات تحكيمية وتقنية فار اللي أثارت اعتراضات الجماهير والاتحاد المصري لكرة القدم، وأشعلت النقاش في وسائل الإعلام حول العالم. صباح الخير يا أمين. صباح الخير يا كريم. وانا حابه اقول ان منتخب مصر ما خسرش وهو مستسلم، خسر وهو بيقاتل، لعب برجوله وقدم مباراه تليق باسم مصر، ووقف قدام واحد من اقوى منتخبات العالم من غير خوف، وكانه بيقول احنا هنا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، العالم كله واثق ومتاكد ان احنا ما خسرناش. ده حقيقي جدا، ولكن ايه اللي حصل بعد صفارة النهاية؟ كان أصعب من النتيجة نفسها، جدل كبير حول قرارات تحكيمية واعتراضات واسعة